لو كنت لسه بتكافح علشان تنام فأحب أعرفك إن كلنا مرينا باللحظة دي. لحظة إنك بتكون على السرير وعضلاتك تعبانة وعينيك بتغمض لوحدها بس في حاجة جواك بتقولك لا لسه بدري. مع إنك عارف إن النوم هو الراحة اللي جسمنا بيطلبها إلا إننا كلنا بنلاقيه عدو ومحتاجين نقاومه. طب يا ترى ليه إحنا بنعمل كده وليه أوقات كتير بنلاقي نفسنا في حرب حقيقية مع المخدة والغطا؟ في الفيديو ده هنحاول نفهم إيه اللي بيحصل جوانا وإيه اللي بيخلينا نقاوم أحلى حاجة في الدنيا وهي النوم. وهنشوف الأسباب اللي بتخلينا نتفنن في تأجيله أو نبتعد عنه. يلا بينا نشوف حكايات مقاومة النوم وأسرارها. أول وأكبر سبب بيخلينا نقاوم النوم هو فوبيا الفوت، أو بالبلدي كده الخوف من إننا نفوت حاجة. تخيل معايا اليوم كله بيجري مسؤوليات وشغل ودوشة، ويجي الليل والوقت ده بنعتبره وقتنا الخاص. بنبص على الساعة نلاقيها 11 أو 12 بالليل، ونقول لنفسنا لسه في وقت. عايز أخلص المسلسل ده أو عايز أشوف الفيديوهات دي، عايز أتكلم مع فلان أو أرد على رسالة فلان. الإحساس ده بيخلينا نحس إن النوم هيحرمنا من متعة اللحظة، أو هيخلينا نفوت الحاجات المهمة اللي بتحصل في العالم الرقمي أو حتى في حياتنا الاجتماعية. والتكنولوجيا كمان بتلعب دور كبير في الموضوع ده. الموبايل في ايدينا طول الوقت، اشعارات بتيجي وبوستات بتنزل مسلسلات بتشد، فمخنا بيستقبل كميه معلومات مهوله وبنحس اننا لو فصلنا هنبقى بره اللعبه. فبندخل في الدايره دي وبنقاوم النوم علشان ما نضيعش وقت، والوقت اللي بنضيعه ده بنستخدمه في حاجات بتخلينا نقاوم النوم اكتر وبنسهر قدام الشاشات اكتر. واضاءه الشاشات الزرقاء دي بتلخبط الساعه البيولوجيه بتاعتنا، فبالتالي جسمنا ما بيقدرش يفرز هرمون الميلاتونين اللي بيساعدنا على النوم. فالموضوع مش بس اننا خايفين نفوت حاجه، الموضوع بقى جسدي كمان. تاني سبب معانا هو ضغوطات الحياه والهروب من النوم المتاخر. يا ترى مين فينا ما حسش إن اليوم قصير ومش بيكفيه بسبب ضغوطات الشغل ومسؤوليات البيت والمذاكرة اللي ما بتخلص، لدرجة إننا بنلاقي نفسنا في سباق مع الزمن طول اليوم، ولما بيجي الليل بدل ما نرتاح بنحس إن الوقت الوحيد اللي ممكن نعمل فيه الحاجات اللي محتاجينها، أو بمعنى أصح الحاجات اللي بنأجلها ومش عاوزينها. بنأجل الشغل اللي متأخر علينا وبنحاول نخلص شغل البيت، أو حتى بنقضي وقت في التفكير في كل المشاكل اللي لازم نحلها بكرة. النوم هنا بيتحول لحاجة بنشوفها كأنها رفاهية أو تضييع وقت، وممكن نستغله في حل مشكلة أو إنجاز مهمة، وبنفضل نضغط على نفسنا ونأجل النوم لحد ما جسمنا يبقى على آخره. الغريب بقى إننا لمّا بنعمل كده بنكون أقل كفاءة في اليوم اللي بعده، نوم أقل يعني تركيز أقل وقدرة أكبر على اتخاذ قرارات أسوأ وكمان مزاج سيء. فالدايرة بتقفل علينا وبنسهر علشان نخلّص، فبنتعب، فبنشتغل أسوأ، فبنحتاج نسهر أكتر، وبندخل في دايرة مفرغة وما بتجيبش غير التعب والإرهاق. وتالت سبب معانا هو الإفراط في التفكير والخوف من المستقبل. كتير مننا بيلاقي نفسه لمّا بيحط دماغه على المخدة مخه بيشتغل بنسبة 100%. كل الأفكار اللي اتعرضها علينا طول اليوم بترجع تاني، ونخش بقى في دوامة الخوف من المستقبل والندم على حاجات حصلت زمان، ونفنن في التخطيط لبكرة وكمان بنعمل حوارات مع أشخاص في خيالنا. وللعلم العقل الباطن بيشتغل في الوقت ده بقوة وما بيسمحش للنوم إنه يسيطر عليك. وكمان الإفراط في التفكير أو ما يسمى بالأوفر ثينكينج بيخلي جسمك وعقلك في حالة تأهب، ويخلي الأدرينالين ممكن يزيد، فبالتالي التوتر والقلق بيمنع الجسم من إن هو يسترخى. فنقوم إحنا نقاوم النوم علشان ما فيش عندنا زرار يوقّف الأفكار دي، لدرجة إننا بنحس إننا لو نمنا الأفكار دي هتفضل مسيطرة علينا، أو إن النوم هيعطّلنا إننا نلاقي حلول للمشاكل دي. في الحقيقة العكس هو اللي صحيح، لأن النوم بيساعد المخ على معالجة المعلومات وتنظيمها، وبيخلّينا نصحى الصبح بأفكار أوضح وحلول أحسن. لكن في اللحظة اللي بنقاوم فيها النوم بنكون في صراع داخلي مع أفكارنا المتلاحقة. ورابع سبب معانا هو العادات السيئة وجدول النوم المتلخبط. أحيانًا مقاومة النوم بتكون بسبب عادات سيئة اتعودنا عليها، زي مثلًا الأكل التقيل قبل النوم، أو شرب كميات كبيرة من الكافيين في أوقات متأخرة من اليوم. الكافيين اللي موجود في القهوة والشاي والمشروبات الغازية بيفضل في الجسم لساعات طويلة وبيأثر على قدرتنا على النوم. كذلك التدخين قبل النوم بيأثر على جودة النوم بسبب النيكوتين اللي زي المنبه برضه. المشكلة الأكبر هي جدول النوم المتلخبط، كتير مننا ما عندوش مواعيد ثابتة للنوم والصحيان، يوم ننام بدري ويوم نسهر للفجر ويوم ما ننامش غير الظهر. خلينا عارفين إن الجسم بيحب الروتين والساعة البيولوجية بتاعتنا بتشتغل على أساسه، فلما بنلخبطها الجسم بيبقى مش عارف إمتى المفروض ينام وإمتى المفروض يصحى، فبندخل في دوامة الأرق ومقاومة النوم. وبنبقى عاوزين ننام بس جسمنا ما بيجيلوش الإشارة الصحيحة للنوم، أو بنكون عايزين نصحى بس جسمنا لسه في وضع النوم العميق. وإننا نرجع نبرمج جسمنا على جدول ثابت وصحي للنوم ده ممكن يكون تحدي كبير، لكنه أساسي علشان نتخلص من عادة مقاومة النوم. بعد ما شفنا الأسباب الكتير اللي بتخلينا نقاوم النوم زي الخوف من فوات الفرص وزي ضغوطات الحياة والإفراط في التفكير والعادات السيئة، يجي السؤال الأهم: إزاي نتصالح مع النوم؟ بصراحة الإجابة بسيطة ومعقدة في نفس الوقت. بسيطة لأنها بتتلخص في إننا ندي جسمنا اللي هو محتاجه، ومعقدة لأنها بتحتاج تغيير عادات وأفكار مترسخة. تصالحك مع النوم مش رفاهية، ده ضروري لحياتك كلها، لأن النوم الكافي مش بس بيجدد طاقتك البدنية، ده كمان بيجدد طاقتك العقلية والنفسية وبيحسن مزاجك، وبيزود تركيزك وكمان بيقوي مناعتك، وكمان بيخليك قادر على مواجهة تحديات الحياة بكفاءة أكبر. أنت لما بتنام كويس أنت كده بتكون نسخة أفضل من نفسك. فادي لنفسك وقت مستقطع قبل النوم وابعد عن الشاشات وحاول تسترخي، أو حتى اقرا كتاب وخليك فاكر إن اللي بتفكر فيه قبل النوم مش هيطير لو نمت. بالعكس ممكن تلاقي ليه حلول أفضل لما تصحى مركز ومرتاح. النوم هو استثمار في صحتك وسعادتك ومش حاجة المفروض نقاومها، علشان إحنا لما نصالح النوم بنكون بنصالح نفسنا وبنفتح الباب لحياة أكتر توازن وإيجابية. كده الفيديو خلص بس ناقص حاجة واحدة بس،
وهي إنك تشترك في القناة لو الفيديو عجبك، إنما لو ما عجبكش اعمل اشتراك برضه، وأوعدك إن الفيديوهات الجاية هتعجبك. سلام.